كراكرز مقرمش وصحي وكتير طيب. تعالوا شوفوا معي طريقة التحضير. أول شي عندي 3 كبايات طحين من نملية، حطيت فوقن ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر، خلطت المواد الجافة مع بعض، بعدين زدت فوقن ملعقتين كبار زيت زيتون، فيكن تستخدموا زيت نباتي. خلطت الطحين مع الزيت لحتى يتشرب طحين كل كمية الزيت، وعجنتها بمي دافية. ضيفوا المي شوي شوي لحتى تتشكل عندكن عجينة ناعمة وطرية. 3 كبايات طحين رح يعملوا كمية كتير كبيرة. قسمت العجينة ل3 أقسام لأنه بدي أعملها ب3 نكهات. فردت العجينة وضروري ترقوها كتير كتير رقيقة. حطيت على أول عجينة شيا سيدز ورقيتهم بالشوبك لحتى تلزق الشيا على العجين، وقطعتها مربعات بهيدا الشكل. قطعون رفيع وصغار لحتى يطلعوا مقرمشين معكن. لازم تكونوا محميين الفرن من فوق ومن تحت على حرارة عالية وعلى ورق زبدة وبالفرن لمدة 15 دقيقة. وعملت منهم بالزعتر وبالسماق. من بعد ما تطفوا الفرن بتخلوهم بالفرن 10 دقايق، وقدمتها مع لبنة. كتير طيبين، اسمعوا القرشة وألف صحة.